هل أنتم مستعدين للرحلة؟ النهاردة بقى معايا أحسن رحلة في الكوكب. طبعا قررت إن أنا أجيب منتجات كده شوية جديدة من جاكور وكده، فلقيت الطعمين دول النكهتين دول اللي قدرت أتوصل لهم يعني من النكهات. وصراحة يعني قررت إن أنا أجيب جاكور الطعمين المشهورين جدا في السوق أو في مصر أصلا، اللي هو الجبنة والطماطم، وطبعا كل المصريين بيعشقوا الجبنة والطماطم. فيلا بينا نجرب ونشوف إذا كان الطعمين الجداد هيكونوا حلوين ولا أي كلام. يلا بينا نجرب. خلونا نجربوا الطعمين اللي قدام الأول ونشوفهم إذا كانوا محافظين على الكواليتي بتاعتهم ولا الكواليتي بتاعتهم راحت. يلا بينا نجربوا أول نكهة وهي الطماطم، نستفرها ونشوفوا إيه أحوالها. بصوا بصراحة جاكور دايما بيدهشني بالكمية بتاعته، وكمان في يعني بصراحة أشكالكم غريبة. ويلا بينا ندوق. صراحة يا جماعة في عيبين بس صغننين خالص، ان هنا النكهة يعني خفيفة جدا ويعتبر مش واضحة، وكمان ان القرمشة بتاعته مش زي البوب كورن العادي، وهو اصلا مش بوب كورن العادي يعني هو كاراتيه، بس القرمشة بتاعته مش اللي هي، فبصراحة اديله تقييم 7/10. تاني نكهة معانا وهي الجبنة معشوقة الجماهير. طبعا معظم الناس بتحب نكهة الجبنة وانا من ضمنهم بصراحة، لان نكهة الجبنة متميزة جدا. بصوا جاكور بصراحة طعمه جديد وحلو جدا، فيلا بينا نجرب يا جماعة. يعني ده كمان فيه نفس العيبين، ان النكهة فيه قليلة، وكمان الطعم فيه مش واضح، والقرمشة فيه كمان مش واضحة. فالاتنين كده بصراحة خامتهم قلت شوية، بس محتفظين بالكمية وكمان الخامات بتاعتهم. فيلا بينا على تاني. ومعانا النكهتين الجداد وهما ليمون حلو، ومعانا كمان شطة حلوة. حد يعرف يعني ايه شطة حلوة؟ انا بصراحة مش عارفة، فبصراحة هنبتدوا بالشطة الحلوة. يا جماعة انا متحمسة جدا عشان اجرب الشطة الحلوة، كمان ان هي متطابقة مع لون يعني الهدوم اللي انا لابساها، يعني بصراحة شكلها كده حلو. فيلا بينا نجرب. يا جماعة أنا مش من محبين الحراق خالص، فبصراحة هو كان نار ولعة بجد، فبصراحة هديله تقييم 7. وبصراحة أنا متحمسة لده من أول الحلقة، لأن أنا قلت لكم كذا مرة إن أنا بعشق اللون البيربل، كمان بعشق الليمون الحلو، عشان في يعني بصراحة نكهات كده من الليمون الحلو وبيبقى طعمها حلو. واو بصوا شكلها عامل ازاي من بره، زي ما يكون حلزونة كده. يلا بينا نجرب. يا جماعة النكهة هنا مميزة جدا ومسكرة وطعمها فظيع، فبصراحة هديله تقييم 9/10، لأنه بصراحة قرمشته فظيعة. كده يكون خلص تقييمنا للمنتجات. وتقييمي للمنتجات من وجهة نظري أنا إن الليمون الحلو هو اللي يكسب الأول، وبعدها الجبنة، وبعدها الطماطم، وبعدها الشطة الحلوة. وبصراحة ده تقييمي للمنتجات. كده تكون خلصت حلقتنا ومنتجاتنا الجديدة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وقبل ما نخلص نسينا نقول له حاجة، فين المتابع الحلو الجميل الناس تشترك في القناة؟ على فكرة أنا شايفاك، بس يا ريت تشتركوا في القناة. وقبل ما نخلص نسينا نقول له حاجة، أي حد عايز يجرب أي منتج في العالم كله اكتب لنا في الكومنتات، مش هنبخل عليكم في أي حاجة. باي باي.